هلو هلو، يلا بينا نصلي على النبي وحطوا اللايك الجميل اللي زيكم بالظبط. وتعالوا احكي لكم على الملخص الجامد ده، واللي بيبدا مع احلى ضابطين في الجيش الكوري، واللي بيكون سيور سجين، واللي بيكونوا مشهورين بالزعيم والقائد، وبيكونوا بيلعبوا بمسدسات طلق وبيسلوا نفسهم في الاجازه بتاعتهم. وفجاه بيسمعوا صوت ست بتصرخ، وبيطلع في حرامي سرق الموتوسيكل بتاعها، وبيقرروا انهم يقبضوا عليه وبيمارسوا تكتيك من الجيش بتاعهم. وهوب الحرامي بيقع على الارض، ووقتها بينقذوا الست من السرقه، وصاحب الموتوسيكل بيجري ياخده. هو مش بيرضى يسمع كلام القائد ويقدم بلاغ، وبيروح ينقذ الواد الحرامي السكر ده، وبيعمل له الاسعافات الاوليه ده، حتى بيطلب له الاسعاف. ولما الاسعاف بيجي وبياخدوه بيمشي، وبيروحوا بقى بيقعدوا في كافيه، وبتكون حبيبه القائد بتتصل على الزعيم، وده علشان تعرف اخباره. فوقتها القائد بيخليه ما يردش عليها، وبيرشي ان هو لو ما ردش عليها هيعرفه على بنات قمر. وعلشان الزعيم يتاكد من كلامه بيقول له خلاص وريني صورهم الاول. وفي الوقت ده بيكتشفوا ان الحرامي سرق الموبايل بتاعه. انا عايز اعرفكم بس ان الزعيم منحرف وبتاع بنات من الدرجه الاولى. ووقتها بيتصل على الموبايل بتاعه، والممرضه بترد عليه وبتعرفه اسم المستشفى اللي موجود فيها الحرامي. وبيروحوا لهناك، وبيلفت نظر القائد شويه عيال كده شكلها مريب، بس الزعيم بيكون كل همه ان هو يجيب الموبايل. وبيروحوا يدوروا على الموبايل، وبيكون في جيب القمر بتاعتنا، واللي بيكون اسمها كانج. وبتتكلم معاه بطريقه وحشه لانها بتكون مفكره زعيم عصابه، وده لان اسمه على الموبايل الزعيم. فبيتضايق منها لانها بتنفض لكلامه، لكنه بيحاول انه يكون مؤدب لاقصى درجه، وبيتعامل معاها برقي. بس القادره بتخلي المساعده تطرده بره، وكمان بتقطع كلامه. ووقتها بتشد الستاره، بس مع شدتها بيتشد اسهم حب قويه في قلب الزعيم. ولما بيعرفوا ان الحرامي هرب، القائد بيقول له انا عارف مكانه ويلا بينا. ووقتها بيعمل نفسه عنده مغص علشان كانج تكشف عليه، بس القائد بيكشفه وبيكون شكله زي الارنوب المسمسم. فبيضطر اسف ان هو يروح معاه علشان ينقذ الحرامي، واللي بيكون في الوقت ده بياخد علقه موت لانه عايز يسيب علم الجريمه، وبيضطر انه يسرق علشان يدفع لهم الفلوس. ووقتها القائد بيعمل نفسه اخوه الكبير، وبيدافع عنه، وبيعملوا حبه اكشن طاير في الجو، وبيدشملوا اعداء العصابه، وبينقذوا الواد المسمسم. وبيروحوا يدخلوا الواد المسمسم جه المستشفى تاني علشان يتعالج. بس هنا بقى بتيجي البت يون وبتقفش القائد وبتقول له تعالى ورايا، وهو بينفذ الكلام من غير ما ينطق بولا حرف. ويون دي بتكون حبيبته اللي هو بيهرب منها، وبيتضح بقى ان هو بيهرب منها وهي اللي بتجري وراه. بس في الحقيقه هما بيحبوا بعض جدا، بس قدام شويه هعرفكم سبب انه بيهرب منها ليه. والزعيم بقى في الوقت ده بيكون بيتخانق مع كانج لانها عايزه تبلغ عنه الشرطه، وده هيقدمهم لمحاكمه لانهم في اجازه وعملوا مشاكل. هو بيوري لها الكارنيه والشرع بتاعته، بس هي مش بتصدق انه ظابط، وبتفضل تتهمه في ان هو اللي ضرب الواد جيم مسمسم. وبتروح علشان تراجع الكاميرات وتشوف اذا كان بريء ولا لا، وبتفضل تتفرج على الفيديو وهو بيدشمل العيال، وبتفضل تشجع فيه، والانبهار بيكون مالي عينيها، وبتكون مش مصدقه قد ايه ان هو شجاع كده. ووقتها بيستغل الموقف وبيطلب منها انها تفحص له الجرح بتاعه، وبيبدا الكلام بينهم يدور، وبتكون مش مصدقه انه مجروح، وبيمثل عليها انه بينهار من الوجع، وهي بتتخض عليه، بس القرد بيكون حابب يشوف خضتها عليه. ووقت لما بتكون بتطهر له الجرح بيقول لها ان دي تعويره بسيطه كده وما فيهاش اي حاجه، بس القردة بتكون عارفة انها رصاصة. ووقتها بتكسفه كسفة السنة كلها، وبعد لما بتخلص بتعرفه ان هو زي الفل، وان هو يقدر يطهر الجرح كل كام يوم. فبيعرفها ان هو هيجي لها مخصوص علشان تطهره له، على الرغم ان هو هيسافر مسافة طويلة. وبيقرب منها وبيسألها برقة دكتورة قمر زيك اكيد ما عندهاش وقت للارتباط، وهي بترد عليه ان هو اوسم زبوطة في الجيش، واكيد برضه ما عندهوش وقت للارتباط. فوقتها بيضحك وبيقول لها طب ومين اللي هيجاوب على السؤال؟ فالاتنين بيسكتوا وعينيهم بتتكلم. وبعد كام يوم بيكون متحمس ورايح علشان يتابع الفحص بتاعه، قصدي علشان يتابع كان. هو بيشوفها وهي بتنقذ مريض، ووقتها اعجابه بها بيزيد، وبيشوف انها جذابه ومثيره جدا، ومش بيلاقي نفسه غير وهو بيجري معاهم. هو بيفضل مستنيها بس بتتاخر عليه، فبيروح يلعب شويه رياضه، وبيكون استغفر الله العظيم قمر، وبيلاقي حد بيتصل عليه، وبتطلع كانج اللي بتكون عايزه تطمن عليه لانها عرفت ان هو جيلها المستشفى ومشي. هو بيقول لها خلاص انا هاجيلك بكره، فبتعرفوا انها تستناه. بس وقتها بيكون عنده راي تاني، وبيعرض عليها انهم يتقابلوا حالا، وهي ما بتصدق وبتوافق، وبيلبس وبيتشيك، وبيكون احلى من احلى حد هناك. وبيروح لها المستشفى، وبيشوفوا في الاخبار ان حصل عمليه اختطاف في افغانستان، ووقتها القياده بتتصل بيه، وبيضطر ان هو يمشي، وبيتصل بيها يعرفها ان هو مشي، وان هو حاليا على سطح المستشفى. فبتطلع عنده وبتتكلم معاه، وبيعرفها ان هو هيرجع لها سليم، وبيطلب منها توعده يتقابلوا اخر الاسبوع اللي جاي، وانهم كمان يروحوا يتفرجوا على فيلم سوا. ولما بتوافق بيمشي وهو قلبه بيبكي، ونظراته بتكون حزينه ان هو سايبها، وبتكون
مع المديره بتاعتها وبتدخل عليهم البيت المايعه دي، وبتكون بتتنمر عليها لانها قدرت تغري المدير وبتاخد منها المنصب الجديد. وبيجي بقى يوم الجمعه وبتطلع من شغلها وهي عاديه جدا، وبيكون واقف قدامها، واول ما بتشوفه بتتصدم لانها على طبيعتها وانها مش حاطه اي ميك اب حتى. وقتها بيقول لها انت قمر من غير حاجه، بس هي بتشوف ان هو بيكذب عليها وبتمشي. وبيروحوا السينما وبيكونوا مبسوطين انهم سوا، وبيعرفها ان دي اسعد لحظه في حياته لانها معاه. بس هي فرحه طارت وما تمت. بيجيله اتصال من القياده ان هو لازم يروح الوحده بتاعته فورا، ووقتها بيعرفها ان هو هيمشي وبيعتذر منها، وهي بتكون متضايقه جدا لانه فعلا مشى وسابها. بس هي كمان بيجيلها اتصال وبتجري جري على المستشفى، وبتعرف انها سقطت في اختبار الدرجه وان البنت المايعه هي اللي نجحت. ووقتها المايعه بتفضل تتنمر عليها، بس كانج بتكون على اخرها منها وبتروح مهزقاها. والمايعه مش بتسكت وبتقوم جايه رايحه شد شعرها، وبيحصل بينهم خناقه شد شعر كده ظريفه شويه. وعلشان المايعه تضايق يونج بتعرفها انها تحضر مكانها برنامج تلفزيون، وان ده امر مفروغ منه وملهاش ان هي تختار حتى توافق او ترفض. وفي الوقت ده الزعيم بيكون في المستشفى علشان يقابلها، بس لما بيشوفها في التلفزيون بيفضل يبص عليها بفخر وحب، وبيروح يستناها عند البيت بتاعها وبيعرفها ان هو فخور بيها، وبيعتذر لها ان هو سابها ومشي. بس هي بتعرفه انها مش عايزه اعتذار، هي محتاجه تفهم. ولكنه بيعتذر لها انه مشى ومش هيقدر يفهمها حاجه، وده لان دي اسرار شغله. وقتها بتعرفه انها فضلت تفكر فيه طول اليوم وتسال نفسها الراجل اللي هي معجبه فيه بيختفي فين، واكيد انها مش هتفضل تسال نفسها كده كتير. في الوقت ده بتساله اذا كان بيهاجم العدو بس ولا اي حد وخلاص، وانها دكتوره وبتنقذ حياه الناس لكن هو العكس. ووقتها بيحاول يفهمها ان ده شغله وان دي بتكون اوامر، بس هي بترفضه وبتعتذر له وانهم مش هينفع يكونوا سوا، وبتمشي وبتسيبه. وبعد 8 شهور بيعدوا بيكون الزعيم اتنقل لمكان في حروب اسمه تيبي، وهي بتكون اتشهرت بسبب برامج التلفزيون والكل بيكون معجب بيها. ومن بينهم مدير المستشفى اللي بيطلب منها يخرجوا سوا في موعد مدبر، وبتكون فرحانة بقى انه اخيرا هيدخل حياتها راجل. وبتروح علشان تقابله بس بيتعامل معاها بقلة ذوق، وبيكون شايف نفسه بقى لانه المدير. بس كانج مش بيهمها منصبه وبتقوم جايه رايحه مدياله على دماغه، وده طبعا بعد ما بتستأذنه. بنتنا مؤدبه مفيش كلام. وتاني يوم بيكون في اجتماع للأطباء المتطوعين في أماكن الحروب، وبتلاقي إنه حط اسمها مع الأطباء اللي هيروحوا لهناك، ده غير إنها كمان اللي هتدير الليلة، وده بيكون الانتقام. وبيروحوا بقى التبيك وبيكونوا مستنيين حد ياخدهم يوديهم الموقع. وبعد شوية بيلاقوا مجموعة من الأمارات داخلين عليهم، ومن بينهم الواد الزعيم القمر بالنضارة بتاعته دي، وبيتجاهلها وكأنها هوا، وبيبدأ يرحب بالتيم الطبي. وبيلاقي وقتها السكارف بتاعها تحت رجليه، وبيروح يديهولها بدون ما ينطق ولا حرف، وهي بتفضل تبص له مستنية منه أي كلمة. ولما بيوصلوا للمكان اللي هيقعدوا فيه بيعملوا احتفال صغنن كده، وبعدها بيتقابل الزعيم مع كانج بس بيعمل نفسه مش شايفها. وهي بتسأل نفسها هو فعلا ما شافنيش ولا ما بقاش طايقني، بس للأسف هو بيكون هيموت ويتكلم معاها. وبتكون ماشية وفجأة بتقف وبيقول لها تثبت مكانها بسرعة، وده لأن تحتها لغم. وقتها بتكون ميتة من الرعب، وهو بيحاول يطمنها وبيقول لها اوعي رجلك انا هقف بدلك على اللغم، على اساس ان هي لعبة يعني. وبيروح يزقها لورا كده وبيقف على اللغم مكانها، وده علشان ينقذها من الموت. وبيعمل بقى يعني قال الواد شجاع وهيموت نفسه علشانها، وبيخليها ترجع لورا وبيقف مكانها على اللغم، بس هي بترفض يضحي بحياته علشانها، وبتقول له روح حد ينقذني لا يمكن تموت بدالي. ووقتها بيقعوا هما الاتنين، وطبعا الوقعة بتكون خطيرة وقلبه من الفرحة هيعمل انفجار. بس يا حرام لما بتعرف انه بيضحك عليها بتمشي وهي بتبكي، وبتعرفه انها مش عايزة تشوف وشه ابدا. بس هو والله ما بيسكت وبيروح يجري وراها وبيعتذر لها وانه هو هزار بوابين وما تزعلش. وبتكون ماشية وبتلاقي صوت موسيقى، ووقتها بيقف الكل وبيحيوا العالم، وبيقول لها ان هو مبسوط انهم اتقابلوا تاني، وعلشان تنتقم من اللي عملوا فيها بتقرر ان هو يكون اول واحد يعمل الفحوصات. وهو بيفضل يمثل قدامها ان هو بيخاف من الحقنة، بس علشان يحسسها انها بتنتقم منه بيقوم غرز السن في ايده، وهي اللي بتترعب مش هو. وبتسأل القائد عن باسورد النت، فبيعرفها انه ممنوع استخدام النت في المخيم بتاعهم، وان الزعيم نزل البلد علشان عنده شغل، فمن الاحسن ان هو ياخدها يوصلها للبلد وتعمل اللي هي عايزاه هناك. وبكده بيكون القائد دبتهم في خروجه سوا. فهم في الطريق بتشوف لوحة عن شاطئ اثري، وبتسأله عنها وبيعرفها ان هو بعيد جدا عن المكان اللي هم فيه، وبيسألها عن شغلها وحياتها، وبتعرفه ان هي كويسة جدا وان
وإنها لما ترجع هتسيب المستشفى وهتفتح عيادة خاصة بيها. وبيطلع وقتها عارف الحادثة اللي حصلت بينها وبين مدير المستشفى، وبيقول لها هو أنا ما سبتكيش علشان خاطر تروحي تعرفي ناس بشعة بالشكل ده. ووقتها بيبان عليه الغيرة، وبيوصلها للمكان اللي بيكون فيه انترنت، والبنت هناك بتكون غريبة وكانت بتكون مرعوبة منها. والزعيم بيكون وقتها بيقدم تقرير للمدير بتاعه اللي بيكون جاب اخره منه لانه مش بينفذ الاوامر وبيمشي بدماغه. ووقتها بيديله امر نقل القائد وبيكون حزين جدا. ولما كان بتساله عن سبب نقله بيعرفها انه بسبب يون، واللي بتكون اتعرفت على القائد في يوم فرح حبيبته وانها راحت معاه وفضلوا يمثلوا انهم بيحبوا بعض، وده علشان يخليها تندم انها اتخلت عنه. بس بعد فتره صغيره بيكونوا اعز اصحاب، وبعد فتره صغيره برضه بيقع في حبها. والدها بيكون القائد الكبير بتاعهم، ولما بيعرف بيروح يعرف ان هو لازم يبعد عن بنته، وده لانه مش من مستواها. ولما بيوصلوا للشط بتكون مبسوطه وبتساله عن وجود الحجر فيه، وبيفهمها ان الحجر ده ليه قصه، وان اللي بيحب يرجع للشط ده تاني ياخد معاه حجره واحده من الحجر. وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وبيسالها اذا كانت افتقدته ولا لا، ولو لسه بتكون زي القمر في اوضه العمليات. وبتعرفوا انها ما بقتش تدخل اوضه العمليات، وان اختصاصها بقت تقدم برامج طبيه، وانها حاليا مركزه فتح عياده جديده ومش فاضيه. وبيرجعوا المخيم وبيلاقي الدنيا واقفه على رجل واحده، وده لان في شخصيه عربيه مهمه جايه للمخيم في حاله حرجه. ولما بتوصل الشخصيه المهمه دي وبتفحصه كان بتعرف انه لازم يعمل عمليه فورا او انه هيفارق الحياه، بس الامن بتاعه بيكون رافض لانها مش دكتوره عربيه. وفي الوقت ده مدير الزعيم بيكون سامع اللي بيحصل وبيقول له ما تتدخلش في اي حاجه، احنا اصلا ما فيش علينا لوم، والراجل حتى لو مات هيكون اللوم على الدكتوره لانها هي اللي ما عالجتوش صح. وطبعا لما الزعيم بيسمع كده بيسالها اذا كانت هتعرف تنقذه ولا لا، ولما بيعرف ان هي هتعرف تنقذه بيخلف اوامر مديره. ووقتها الرشاشات والاسلحه والمتفجرات بتطلع في وشوش بعض، وبيكون الزعيم بيحميها بكل الطرق لحد ما بتنتهي العمليه. ولما الرؤساء الكبار بيعرفوا اللي كان عملته بيأمروا بتجريد يوم من رتبته وكمان بيسجنوه، وده كله لانه كان بيحميها. وبيطلب القائد بتاعهم انه يقابلها، ووقتها بيهزقها انها سبب انه يتعاقب وانه كمان يتحرم من الترقيه، وان المريض ده لازم يصحى على الاقل علشان ما يقضيش عمره كله في السجن. وبتروح تتكلم معاه وهي منهاره، وبتقول له انت ازاي تعرض نفسك للخطر علشاني. ووقتها بيكون واخد كل الحوار بهزار، وبيقول لها انت عارفه ان شعاري ان انا بحمي كبار السن والبنات الحلوه والاطفال، وانت كبيره في السن وحلوه يبقى لازم احميكي. ووقتها بتبكي جامد وهي بتقول له ان المريض لسه ما صحيش، فبيتضايق منها انها بتعيط علشان راجل تاني. وبيقول لها انت ما تعيطيش ولا تقلقي غير عليا انا بس. وبعد كام يوم بيفوق المريض المهم، وبيخرج يوم من السجن وبتروح جري علشان تقابله، وبيفضلوا يعتذروا لبعض عن المواقف الصعبة اللي عاشوها سوا. وبيروح بعدها للقائد بتاعه علشان يعرف عقوبته، وهي لما بتعرف بتروح وراه وبتدخل للقائد وبتعرفه ان هو ملوش ذنب وانها تتحمل اي مسؤولية. بس يو بيدخل وراها بسرعة وبيشدها من ايدها وبيمشوا، وبيفضل يزعق فيها لانها تخطت حدودها واتدخلت في شيء ما يخصهاش، وان هو كان لازم يتعاقب لانه ما نفذش الاوامر. وبيكون ماسك نفسه بالعافية وهو بيزعق فيها، وهي ما بتعرفش ترد عليه باي كلمة، وبتتأسف له ان قلقها وخوفها عليه سبب له مشكلة. وبتمشي وبتسيبه وهي منهارة في البكاء. وبالليل بيتقابلوا في المخيم وبيعرض عليها تشرب معاه، ووقتها بيعتذروا لبعض، وبيسألها لو كانت شافت الفيلم لوحدها ولا لا، فبتقرر انها تكده وبتقول له انها ما شافتهوش لانه فيلم رومانسي ولازم يكون معاها راجل يشاركها الاوقات الرومانسية، فالمرة الجاية هتختار الراجل المناسب للفيلم، بس لما تلاقيه مش هيدخلوا الفيلم ده لانه بيفكرها بيه. ووقتها بتعرض عليه ان هو يشرب معاها، بس بيقول لها انا عارف طريقه اشرب بيها افضل من الازازه، وبيقوم خاطف منها بوسه والست بتفضل مصدومه من اللي حصل، وبتمشي بسرعه بطريقه بتحسسه انها رافضاه، والاتنين بيكونوا مخنوقين من تصرفات بعض. وتاني يوم بتعرف ان في ولد هرب من المخيم بدون ما يكمل علاجه، وبيكون سايب لهم رساله انه مشي لانه مش هيقدر يسيب اهله لوحدهم، وبتطلب من يو يروح معاها يدوروا عليه. وفي الطريق بيحاول يتكلم معاها عن اللي حصل، بس هي بتصده وبتطلب منه ما يتكلموش في حاجه، وانها حيرانه ومش قادره تاخد قرار بين انها ترتبط بيه او تنفصل عنه. وبعد ما بيخلصوا شغل مع الولد بيروحوا يتغدوا سوا، وهناك بتلاقي البنت بتتميز عليه وهو بيكون قاعد مرعوب منها، وبتقول له واضح انك بتحب تيجي هنا كتير، بس بيكذب عليها من خوفه وبيعرفها ان سو هو اللي بيحب المكان ده. وبيفضل يقول لها في شويه كلام جميل كده عن انتمائه لبلده، وبعدها بيقول لها هو انا لو كنت راجل عادي ومن عيله غنيه كنت هترتبطي بيا؟ وقتها بتقول له لا طبعا مش بحب العلاقات السهله، فبيقول لها انا عارف انك كنت هتقولي كده وهتمرمطيني معاكي. وبيكون خارج من المطعم وبيشوف شباب شكلهم مريب، ووقتها كانج بتطلع وبيحاول ان هو يخليها ما تاخدش بالها، وبيبعتها لدانيال علشان تكون في امان هناك، وبيرجع علشان يعرف اذا كانوا شباب عاديه ولا وراهم مصيبه. وبيطلعوا بيشتغلوا مع عصابه بتهرب الاسلحه
المصيبة بقى ان رئيس العصابة ده بيكون ريان، وده كان ضابط في الجيش مع يو، واستغنى عن الجيش واشتغل في التهريب علشان الفلوس اللي بيكسبها. ووقتها يو بيفضل واقف مصدوم من اللي بيسمعه، وكان بقى بتكون بتسأل دانيال على طبيعة شغله، وبيعرفها المصايب اللي حصلت معاه وان اتعامل معاها بحكمة وشجاعة. وبيسألها انت بتسأليني علشان تطمني ولا علشان تبعدي عنه؟ وبتكون راجعة في الطريق وبترن على الزعيم، وبيطلع في وشها عربية وبتحاول انها تفاديها، بس وقتها ما بتعرفش وبتوصل لحافة التل، وبتتصل على الزعيم وهي بتصرخ وبتقول له يلحقها، وبتكون خلاص هتموت من الخوف اللي هي فيه. ووقتها بتسجل وصيتها لمامتها واللي بتكون من ضمنها انها بتحب يو، وبيجي بقى علشان ينقذها وبيلاقي ان مفيش قدامه حل غير ان هو يخلي العربية تنزل بيهم في البحر، وبيطلب منها انها تثق فيه وتغمض عينيها، وبيسيب العربية تقع في البحر، وبيخرجوا منه وهي فاقدة الوعي وبيفضل يفوق فيها، وبتكون هتتجنن من تصرفاته المجنونة شبهه، وبتفضل تضرب فيه. ولما بيوصلوا للمعسكر بيلبسها الجاكيت بتاعه، وده لان لبسها شفاف وهو شاف كل حاجة ومش عايز حد يشوفها غيره. وبيروح بقى يعرض عليها تشرب معاه قهوة، وبتشكره ان هو انقذ حياتها وعرض حياته للخطر، فبيقول لها انت اللي طلبت ان انقذك فطز في حياتي. ووقتها النور بيقطع وبيقول لها اوعي تتغرغري بيا لحسن اصرخ ولم عليك الناس، فبتضحك وهي بتقول له ما تخافش انا مؤدبة، فبيتريق عليها ويقول لها باين الادب وان كل يوم بتتفرجي على عضلات الكتيبة. وقتها بتعرفوا انها عايشة في المكان ده على كده اصلا، وان دي الحاجة الوحيدة اللي بتواسيها، فبيتضايق منها ويقول لها هو ده رد جميلك ليا ان انقذت حياتك، وبيبان عليه ان هو غيران عليها جدا. وتاني يوم بيديلها جهاز لاسلكي عشان لو حصل معاها اي حاجة تقدر توصل له بسهولة، وبيلقبها بلقب الحسناء. ووقتها بتفرح وبتدخل عليهم يون في الوقت ده وبتفرق القعدة الحلوة، وبتقول له انها جت علشان تتجوزه. ووقتها وشه بيجيب الوان وبيهزقها، فبتعرفوا انها اتنقلت للمخيم الطبي، وكان بتسيبهم علشان يتكلموا براحتهم. ويون وقتها بتعرض عليها يفتحوا صفحة جديدة، بس هي بتكسفها وتقول لها ايدي مش فاضية وكمان صفحة خلصت. ويو بيكون ميت على نفسه من الضحك، وبتكون في اجتماع مع التيم بتاعها، وبيجي لها بيان على اللاسلكي وقتها. ويو لما بيسمع اسم الحسناء بيروح ويقف وراها، فوقتها بيقول لها يا حسناء احنا لازم نتكلم مع بعض. وبتكون هتموت لانه عرف انها بتستخدم الاسم اللي اختاره لها، وبتعرفوا ان مفيش بينهم كلام لحسن خطيبته تتضايق، وبتمشي وبتسيبه وهو بياكل في نفسه. وتاني يوم بتلاقي ان كل المخيم بيحتفلوا، لكنها بتتفاجئ لما بتعرف ان الاحتفال معمول ليو لانه راجع خلاص كوريا، وبتروح تدور عليه، ولما بتلاقيه بتزعق له انها ازاي تعرف انه هيمشي من الناس، فبيعرفها انها لو ما كانتش هربت لما كانوا بيتكلموا كان وقتها هيعرفها قبل الناس كلهم. وبيسألها عن البوسة اللي خطفها منها وهل يعتبرها اعلان لحب ولا يعتذر لها، فوقتها بتكون متضايقة وبتقوله من الاحسن ان انت تعتذر لي وانا هقبل اعتذارك عادي. فاضطر ان هو بيعتذر وبيمشي وهو متضايق، وهي بتفضل تأنب في نفسها انها كان لازم تقبل حبه. وتاني يوم بتصحى بتلاقي انه مشى من غير ما يودع حد. القائد بقى بيكون بيدرب الكتيبة بتاعته بدون رحمة، وبيفضل يقول لجنوده لو شفتوني بره المخيم ابقوا خدوا حقكم مني، وبيكون بيعلمهم تدريب في غاية الصعوبة. بس الزعيم بيظهر في الوقت ده وبيعرف نفسه على انه جندي متدرب في غاية الوسامة، بيعجبني في ثقته بنفسه. ووقتها الجنود بيكونوا مبهورين بيه، ومش بيسكت على كده، لا ده كمان بيعمل لهم حركة فاندام وبينط بوشه. ولما بيوصل للقائد بيفضل يكلمه وهو مقلوب، وبيقول له يلا بقى انجز وخلص تدريب وتعالى نشرب سوا. وبيروحوا البر، وفي وسط ما هم بيتكلموا بيلمحهم شوية جنود، ووقتها بيحاول القائد انهم يهرب منهم لانهم هيعدموا العافية، والجنود بقى بيكونوا عايزين يضربوه بأي طريقة، بس الزعيم بيحاول ان هو يهربه، وواحد منهم بيصرخ جامد عليه. ووقتها كل الجنود بتكون مأذية منه عايزين ياخدوا حقهم، والجنود كلهم بتكون وراهم لحد ما بينطوا في مكان وبيستخبوا. وبيكون الفريق الطبي في الوقت ده خلاص راجع كوريا، وبيكونوا في طيارة، وفي الناحية التانية بيكون يو في العربية بتاعته. وبيحصل بقى زلزال في الوقت ده والبلد بيتشقلب حالها، فالفريق الطبي بيرجع تاني وبيرفضوا انهم يسيبوا الناس في المصيبة دي. وفي عز ما هم مشغولين مع المرضى بيعرفوا ان محطة توليد الكهرباء اتدمرت، ووقتها بيروحوا لهناك فورا، وكل واحد بياخد ادواته وبيتفقوا انهم ينقذوا المصابين بأي شكل من الاشكال، وبيبدأوا انهم ينقذوا الناس وبيطلع انهم حقيقي. وفي عز تعبهم بيلاقوا افخم واشيك ضباط داخلين عليهم، وبتبدأ بقى بينهم النظرات، وبيكون عايز يجري ياخدها في حضنه، بس بيجي واحد وبيقول لها ان هي تروح معاه بسرعة علشان ينقذ زميله. وبتكون بتربط الشوز بتاعها وبتلاقي يو بيربط لها الرباط بدلها، وبيقول لها كنت هموت من الخوف عليكي، وان لو كان حصل لك حاجة انا كان ممكن اروح فيها، خصوصا اني مشيت من غير ما اودعك. وبيطلب منها تاخد بالها من نفسها وانها ما تعرضش نفسها لاي خطر، وهي كمان بتطلب منه نفس الطلب، وكل واحد وقتها بيروح في اتجاه.
وبيروح يطلب منها تنزل الأنقاض مع تعالج المصابين، ووقتها بيكون في شخصين ولازم تختار تنقذ شخص واحد فيهم لأن كده كده واحد فيهم لازم يموت. وبتكون منهارة ومش قادرة تفكر، وبيتكلم معاها بأسلوب صارم جدا لدرجة إن هو بيزعق لها وإنها لازم تختار بسرعة لأن ما بقاش قدامهم وقت وممكن كل حاجة تنهار في اللحظة. ووقتها بينقذوا الولد والعجوز بيفارق الحياة، وبتكون في الوقت ده بتبكي لأن أعصابها كلها ضايعة، وبيشوفها يوم ما بيكونش عارف يواسيها ازاي. وبيجي جندي وبيعرفوا ان كتفه مجروح ولازم يتطهر، ووقتها بترجع تاخده وبتخيط له الجرح بتاعه. وفي الوقت ده بيبدأ ان هو يواسيها وبيعتذر لها انه شد عليها شوية في الكلام، وبتعرفها انها مرت بظروف زي كده كتير وان احسن حاجة يعملها ان هو يرجع مرح زي الاول ويهزر معاها. ووقتها بيقول لها انها قمر وانه طول الوقت في بعدها عنها ما قدرش ينساها وعمل كل اللي يقدر عليه وبرضه ما قدرش يخرجها من عقله، وانها وحشته جدا وانها كمان لازم تفكر في مشاعره بجديه لانه خلاص ما بقاش يقدر ان هو يعيش بعيد عنها. وبيكون ماشي رايح المركز الرئيسي وبتطلب منه ياخدها معاه، وهناك بيسمعها بتكلم مرات العجوز وبتعرفها وصيته وإنها صغيرة ولازم تعيش حياتها وما تزعلش علشانه. وبعد ما بتخلص بتفضل تبكي وبيروح يواسيها وبيقول لها جاوبي على سؤالي عشان أعرف إذا كنت همسح دموعك ولا لأ. وقتها بتعرفه إنه فعلا واساها برجوعه ليها وإنه لو ما كانش موجود كان زمانها هربت من بدري. فوقتها بيقول لها خلاص أنا عندي فكرة حلوة قوي، أنت لو عايزة تهربي عرفيني قبلها علشان نهرب سوا والهروب يكون ليه معنى. ووقتها بتوافق، وتاني يوم بيكونوا بينقذوا آخر فرد مصاب في الإنقاذ، والمدير الغبي بيكون هيموت ويوصل للمكتب بتاعه وده علشان ياخد الألماسات اللي موجودة في الخزنة. وبيروح يستخدم الحفار ومش بيهمه الأرواح اللي موجودة جوه، وبسبب غباء المدخل اللي كانوا فاتحينه بيتقفل والمصاب بيفضلوا محبوسين جوه. بس بعد شوية القائد بينقذهم، ولما بيخرجوا من الأنقاض بيطلب يوم من كانج إنها تعالجه، وبيفضل يقول لها انت باردة كده ليه؟ ده أنا كنت هموت. فبتعرفوا إنها كانت هتهرب لو حصل له حاجة وإنها كانت مرعوبة عليه. فوقتها بيتأثر وبيلاقي جندي بيعرفه إن القائد موجود وبيكون عايز يقوم علشان يقابله بس بترفض، وبتأمر الجندي يخلي القائد يجي لعنده لو عايز يكلمه. وفعلا ده اللي بيحصل، والقائد وقتها بيكون مفروس منها وبيأمر الجنود اللي تسببوا في الحادثة بالجري 100 دورة، وهو لما يخف ان شاء الله يبقى يعمل 200 دورة. فوقتها بيقوم يجري زي الحصان مع اصحابه. وبالليل بتدخل يون عليهم وهم قاعدين وبتقول له القائد عايز يكلم جوز بنته، وبتكون تقصد يو، ووقتها ما بتكونش عارفة ان سيو معاه، وبتقفل في وش والدها بسرعة وبيسألها انت ازاي بتهزري معاه كده ومين ده اللي جوزك. وقتها يو بيخاف منه وبيهرب بسرعة، ودانيال بيكون صلح الميكروفون، وكانج بتختار موسيقى تسمعها للمخيم والمصابين علشان يطلعوا من حالة الاكتئاب اللي هم فيها. وبيروح يو يطمن على الدنيا عنده، ووقتها بيشتغل الريكورد بتاع كانج وبيسمعها وهي بتعترف له بحبها. وفي الوقت ده بتكون جاية جري علشان تنقذ الموقف بس مش بتلحق، وبتاخد الموبايل وبتجري، وهو علشان يلحقها بينط لها من الشباك، وبتبص بتلاقي اللي طالع في وشها وبيفضل ماسك في ايدها علشان ما تهرب، وبيسألها اذا كان اللي سمعه ده صح ولا غلط. فهي بتطلب منها يسيب ايديها ويتكلموا بالعقل، وبتوعده انها مش هتجري، بس اول ما بيسيب ايديها بتقول يا فكيك، وهو بيفضل يضحك عليها. وتاني يوم بيكونوا بيتفرجوا على الكتيبة كالعادة، وصاحبتها بتضحك عليها ان يو وراها، ووقتها بتشوف ان الجري نص الجدعنة، لكن يا عين لما بتقف بتلاقي اللي في قفاها وبتتخض، ووقتها بتكون راحت له برجلها، وبيقول لها مفيش داعي خلاص انك تهربي مني، انا عرفت مشاعرك ناحيتي وده خلاني احبك اكتر. ووقتها بيقطع عليهم سيو اللحظة الرومانسية، فبيتفق معاه يتقابلوا بعد شوية ويروحوا الاجتماع سوا. وهو في طريقهم بيسألها لو كانت هترجع في الطيارة بتاعت بكرة ولا هتقعد، وبيكون ردها انها تفضل موجودة علشان تفضل معاه وانها تكون جنبه اكبر وقت ممكن. وبتعرفوا انها كده اعترفت له بحبها، وهل هيقبل الاعتراف ده ولا تعتذر؟ فبيقبل الاعتراف بس بطريقته. ولما بيرجعوا المخيم بيفضل يراقبها بعدسة البندقية القناصة، ولما سيو بيسأله انت بتعمل ايه بيعرفوا ان هو بيراقب اجمل هدف على وش الارض. وفي الوقت ده بيسمعوا في اللاسلكي ان النمر الاصفر جاي المخيم، وده بيكون القائد والد يون. واول ما بيوصل بيطلب ان هو يقابل الرباعي الفتاك، وبيقول لي كانج خسارة انك مش ظابط في الجيش لانك شجاعة وشاطرة جدا. وبعدها بيشكرها وبتخرج بره، وبيجي الدور على يو بيسأله انت عمرك ما اعجبت ببنتي؟ فبيقول له انا عارفها من 7 سنين بس طول الوقت ده وهي بالنسبة لي الملازم يو. ولما بيجي الدور على سيو وقتها بيعرفوا انه مش هيستغنى عنها وانه هيفضل جنبها رغم رفضه ليه، فبيطلب منها انها تخرج وتسيبهم يتكلموا مع بعض، وبيعرفوا انه موافق يتجوزها
يتجوزه بس بشرط انه يسيب الجيش ويشتغل في شركة مراته، وان هناك على الاقل هتكون رتبته اعلى من الجيش، وبيديله مهلة يفكر لحد ما يرجع كوريا. هو بيروح يعرفها ان والدها وافق على ارتباطهم وبتكون طايرة من الفرح. كان جويه بيكون بيتكلموا عن يون، وبيكون باين عليها انها بتغير منها جدا، وبتفضل تسأله انت ازاي ما ارتبطتش بيها، دي جميلة وغنية يا خايب. وقتها بيضطر يسكتها بطريقة غير مباشرة، وبيروح يدفع ثمن البنزين وبيخبط في ولد صغنن سارق أدوية، وبياخده وبيروحوا معاه للقرية بتاعته اللي بتكون اسمها الشبح، وبيكون موجود فيها الأطفال الأيتام والبنات اللي ملهمش قرايب. وبتفضل تسألهم عن حالة الأطفال كده من إمتى ومحدش بيعرف يجاوب، لحد ما بتيجي فاطمة وبتعرفهم إن المكان ده جحيم على الأرض، وإن أحسن إن الأطفال دي تموت أحسن ما يطلعوا يشتغلوا في المافيا، وإن كده كده خلاص ده آخر يوم ليها وهتتباع. وبتعرض عليهم تساعدهم مقابل إنهم يحموها. ووقتها يوب يبعت إشارة للكاتبة وبيعرفهم عن القرية، وبيوصل زعيم العصابة واللي بيطلع ريان، وبيكون بيتكلم معاها وبيجي يو يقف قدامها، وبيكون خايف عليها خالص. ولما بتسأله من ده وبتعرف اسمه بتفتكر ليه يو ندمان إن هو أنقذه. وفاطمة بتضربه بالنار في الوقت ده، وبتجري تتحمى فيهم وبتطلب منهم يهربوا بسرعة. بس ريان بيطلب من كانج إنها تعالجه وهي بترفض، وبتشوف إن هو لو مات أحسن ما يموت ناس كتير على إيده. بس يو بيكون لي رأي تاني وإنها لازم تنقذه علشان دي وظيفتها، وإن لو اتحتم إن هو يقابل وجه كريم فده هيكون على إيده. وبتسمع كلامه وبتفضل تعالج فيه على الحية بدون أي مسكنات، وبتعمل له الإسعافات الأولية وبتقول لهم خدوه بقى ويجروا بيه على أي مستشفى بسرعة لأنه قدامه وقت قصير ويموت. وبيرجعوا المخيم وبيسمعوا في اللاسلكي عن طرود بريدية وصلت ليهم، ووقتها الطرد بيكون في ايد كانج، وريو بتكون سمعت وبتاخد الطريق جري هي كمان، وبيكونوا بيتسابقوا بسرعة علشان يلحقوا المصيبة اللي هتحصل، بس بيوصلوا متأخر والمصيبة بتكون حصلت. وبيشوفوا الصورة واللي بيكونوا متصورين فيها مع البنات وضحكتهم قد كده، ووقتها بيعرفهم ان في سوء تفاهم في الموضوع وان دي بنت خالة سيو، وانهم كانوا بيتغدوا سوا وكان ميعاد لطيف مش اكتر. فوقتها بتسألهم من بنت خالتك فيهم، وبتطلب منهم يجاوبوا مع بعض، ووقتها كل واحد فيهم بيختار إجابة. فلما بتعيد السؤال تاني بيختاروا اتجاهات عكس بعض، وهنا بيعرفوا إن هم كدابين. وكانج بتقول له ورايا يا عسلية ليلتك مش معدية، وبتفضل تزعق فيه إن هو إزاي كان عايش حياته ومش بيفكر فيها بالطريقة دي، وإنها كانت عايشة تفكر فيه بس. ووقتها موبايلها بيرن وبيكون مبسوط إن اللي رن أنقذه. وفي الوقت نفسه بيعرفوا إن فاطمة سرقت الأدوية المسكنة وهربت، وبيروحوا يدوروا عليها وبيعرفوا مكانها وبيوصلوا في الوقت المناسب، وده لأن الولد اللي كانت فاكرة إنه بيحبها كان بيكذب عليها، وده كله علشان بس تسرق الأدوية وبيكون هيتخلص منها. وبسبب إن كانج دخلت تجري بدون أي خطة بتحط يو في موقف صعب، والولاد الأشقية بيكونوا متدربين كويس وفاهمين خدعه. وبيتفق معاها إن هو وقت ما يقول لها تجري وتجيب العربية وتستنى قدام الباب 5 دقايق، وإنها لو اتأخرت تهرب بسرعة. وفعلا بتسمع كلامه وبتجري، وبيفضل يضرب في العيال وبيدشملهم على الآخر. وبياخد فاطمة وخلاص هيمشي بيلاقي إن في رصاص بيتضرب عليه، ومش بيكون عارف هيعمل إيه في الوقت ده. فبتدخل كانج عليهم بالعربية وبتنقذهم، بس من خوفها بتاخد فاطمة في العربية وبتسيبه يجري وراهم، وبتكون حجتها إنها عارفة إن هو هيتصرف وينقذ نفسه. وبيروح لهم خبر إن مدير محطة الطاقة اتقبض عليه وهو مسافر بمستندات مزورة، وبيسألهم عامل في المحطة هي كبشة ألماس قد كده تساوي كام، فبيكونوا مستغربين من سؤاله، بس بيعرفوا ان هو بيهرب من ريان بسبب الألماس اللي معاه. في الوقت ده بيكون ريان لقاه وقبض عليه، وبيسأله عن مكان الألماس، وبيفضل ينكر ان هو يعرف مكانه لحد ما بيعرف ان هو في بطنه، وبيكونوا لسه يفتحوا بطنه علشان يطلعوه. بس بيجي فريق يو وبيحصل اشتباك صغنن قد النونو وبينقذوه من ايديهم، وبيكون يو بالطقم الاسود ده قمر خالص، وبيكونوا بقى في المخيم وبيسألوا على الألماس، وبرضه بيحاول ينكر ويقول لهم ألماس مين والناس نايمين. بس وقتها كانج بتعرفوا ان الألماس موجود في بطنه، وانه لازم يعمل عملية ويخرجوا الألماس لان سنه كبير ومش هيستحمل. بس وقتها بيفضل يكح جامد وبيرجع دم، وبياخدوه بسرعة للعمليات وبيلاحظوا ان في حاجة مش طبيعية. ولما بيلاقوا ان النزيف جامد بتعرف كانج انه مصاب بفيروس بيشبه كورونا كده، وبتطرد الكل من الأوضة ما عدا هي ويون، وبتأمر كل اللي موجودين يفضلوا في حجر صحي لفترة طويلة. وبيعرف يو القائد عن الفيروس وبيجروا علشان يطمنوا على البنات، وبيكونوا هيتجننوا علشانهم. ووقتها كانج بتستغل الوضع وبتخليه يعترف لها انه كان بيقضي وقت لطيف مع البنات اللي بعتله الطرد، وانها بصراحة كانت صاروخ جدا. ويون بتقول لهم ما تخافوش مش هموت وهنطلع نأدبكم، وبياخدوا العينات علشان يحللوها. ولما بيرجع سيو بيجري على يون وبيفضل حاضنها، ووقتها بتعرف ان هي اللي مصابة بالفيروس، ويون بتفضل تطرد فيه بره الأوضة وانه لازم يتحط في الحجر الصحي علشان لمسها.
ولما بياخدوا عينات من كل فرد موجود في المخيم بيبعتوا العينات للتحاليل، وبعدها بيومين بتظهر النتائج وإن الكل سليم ما عدا يون اللي بتكون حالتها بتتدهور جدا ولازم تاخد المصل أو هتموت. ووقتها دانيال بيتصل بيهم وبيعرفوا منه إن رجالة ريان سرقوا العربية اللي فيها المصل، وبيكون مفيش قدامهم محل غير إنهم يبدلوا معاهم الألماس مكان المصل. بس سيو أول ما بيطمن إنهم أخدوا المصل بينزل فيهم ضرب. وفي المخيم بقى بتكون الشرطة عايزة تقبض على فاطمة، وده بتهمة إنها بتسرق أدوية وبتروح تبيعها في السوق السوداء. ووقتها طبعا كانج مش بتوافق إنها تروح معاهم وبتلزق فيها. وتاني يوم لما يو بيسأل عنها بيعرف إنها راحت مع الشرطة، ووقتها بيمسك قلبه على كفه وبيجري علشان يلحقها. بس وهو في الطريق بيلاقي فاطمة واقفة في نص الطريق وبينزل يجري عليها، بس للأسف بتتصاب وبتظهر كانج مع العصابة وهم خاطفينها. وبيحاول ان هو يدافع عنها بس ريان بيقوله اوعى تتهور لحسن تلاقي جثتها قدام عينيك، فبيضطر ان هو يسمع كلامه. وبيعرف منه ان هو عايز يأمله طريقة يخرج بها بره البلد، وده بعد ما يبيع صفقة السلاح اللي جاياله. وبيتفق معاه على وقت معين انه لو اتأخر ثانية واحدة او اتقدم ثانية كانج هتموت. وبيروح للقائد وبيعرف ان كانج اتخطفت، وهو بيشوف ان مش مهم يضحوا بيها. وبيتصل برئيسه وبيحاول ان هو يخبي عليه عملية خطف كانج، بس يو بيخرج عن شعوره وبيعرفه ان في عملية خطف حصلت فعلا وانه مش هيقف ساكت. ووقتها الرئيس بيكون رأيه من رأي القائد، بس يون بيخرج متعصب وهو واخد قرار انه ينقذها غصب عن عين اي حد. وهو خارج بيجيله تليفون وان معاه 3 ساعات بس ينقذ فيهم كانج. وفي الوقت ده هو مستبعد تماما من الجيش ولا ليه اي صلة بيه، وبيروح جري يلبس الحتة السوداء الأوزي وبيكون زي القمر. وبيتصل بسكرتير الراجل المهم وبيعرف ان هو محتاج طيارة، وبينجح ان هو يدخل الوكر بتاعهم وبيبدأ انه يتخلص منهم واحد ورا واحد. وبيكون خلاص فاضل تكة وينقذ كانج، بس بيلاقي العملاق ده ماسك الولد وبيكون هيموته. وبيهدد يرمي سلاحه بس مش بيلحق يسيب سلاحه، وبيلاقي الفارق الجامد جدا بيوصله في الوقت ده وبيقف في ظهره. وفي ثانية بيكونوا عاملين خطة وكل واحد بياخد مكانه، وبيروح علشان ينقذ كانج. فبيلاقي ريان حاطط عليها حزام متفجرات، بس مش ده اللي بيلفت نظره. هو بيركز على وشها وبيلاقي انها مجروحة، فوقتها بيتجنن وبيدي اشارة للفريق بتاعه علشان يتعاملوا. وريان بيسألها عن اللي بيقوله، وقتها بتعرفوا انه بيتكلم عن الطقس، وبيرفع عليها السلاح وبيهددها. وقتها مش بيتردد وبيروح مطير السلاح من ايديه، وبيعرفوا انه لو اتكلم معاها كلمة زيادة دي هتكون نهايته. وبيطلب منها تقف ثابتة وما تتحرك، وبيروح منشن على البتاع الأخضر اللي في كتفها علشان يوقف جهاز التفجير اللي في إيده. وبيحصل شوية أكشن سريع كده وبينقذها منه، وبيكون هيضربها بالنار بس بياخد الرصاصة بدلها. وبيغمى عينيها وبيقول لها اعتبري نفسك ما عشتش كل ده، وبيروح ضربه كام رصاصة كده حلال فيه. كانج بقى بتكون بتفكر في كلام ريان معاها وإن يو كذاب ولازم تنفصل عنه لأنه مش كل مرة هيرجع لها سليم. وبتروح تواجهه بكذبه عليها، وبتعرف إنه كان فعلا بيكذب عليها لأن دي أسرار شغله وما يقدرش يتكلم فيها. فوقتها بتبكي وبتعرفه ازاي هتقدر تحكي له مشكلة تافهة متعلقة بالأكل والشرب، وهو عايش وسط الرصاص وبيضحي بحياته علشان غيره. فبيفهم إنها عايزة تبعد عنه، ولما بيسألها بتعرفه إنها بتفكر ازاي هتتعامل معاه. وبتمشي وبتسيبه وهي في غاية الحيرة، وبتفضل تفكر في ذكرياتهم. والصبح بتروح تطلب منه يشربوا قهوة سوا، وأول ما بتشوفه بتحضنه وبتعرفه إنها قررت تحكي له عن كل مشاكلها التافهة، وإن هو كمان لازم يديها حق إنها تقلق عليه، وده عن طريق إنهم هيسموا المهمات الصعبة باسم المتجر والمهمات السهلة باسم النادي. وبتسأله أنا أغلى ولا الوطن؟ وقتها بيقول لها أنت طبعا، لأن الوطن مش بيغير لكن أنت بتغيري. وبيشدها في حضنه وبيتصالحوا أخيرا. وبيكونوا على الغدا والآنسات بيفتكروا إنهم كانوا أعداء بسبب إن يون أخدت حبيب كانج منها، وبيفضلوا يتخانقوا وبيفضحوا بعض قدامهم. ووقتها بيعرفوا هم كانوا أعداء ليه، وبيمشوا وبيسيبوهم هما الاتنين وبيكونوا هيموتوا من الخوف ومش عارفين يتصرفوا ازاي. فيون وقتها بتعرفها انها هتعمل نفسها تعبانه جامد وسيو هيصالحها على طول، الدور والباقي بقى عليها. فبتروح ليو وهي بتمثل انها تعبانه وبتكح، بس تمثيلها مش بيدخل عليه وبيقول لها روحي لحبيبك اشتكيله. وبتشوف ان هو عنده حق وبتكون هتتصل بيه وقتها، فبيغير عليها وبيحدف الموبايل من ايدها، بس هي بتكون خلاص حفظته صم وبتشقط الموبايل. وبتثبته وقتها وبتعرفه انها ما حبتش حد غيره، ومهما يحصل مش هيدخل قلبها غيره، وده لانه راجل شجاع وقمر، والاهم وسامته مش في حد تاني. وبيفرح جدا وبيعرفها انه كان نفسه يسمع منها كلام حلو كده من زمان. وبعد فترة بقى اخيرا الفريق الطبي بيرجع كوريا والحياة الطبيعية بترجع معاهم من تاني. وبيروح المدير يديلها بوكيه ورد بطريقة رخمة، وبيقول لها انت ازاي ما ترجعيش في الطيارة اللي بعتها علشانك،
أنا فضلت حاسس بالندم علشان بعتك هناك، وبكده شكلنا هنشوف مشاهد حماسية قدام. بس بتفاجئوا بعد شوية كده من الوقت إنها بتقدم له استقالتها علشان تفتح العيادة الخاصة بيها، ووقتها المدير بيكون مش راضي يقبل الاستقالة وبيعترف لها إنه معجب بيها، فبتعتبر نفسها ما سمعتش حاجة وبتمشي، وبتروح البنك علشان تسحب قرض علشان تخلص العيادة وتبدأ شغل فيها. بس للأسف البنك بيرفض لما بيعرف إنها قدمت استقالتها، وبتتصل بيه وبتقوله الحقني بسرعة مش عارفة أعمل إيه. فبيحسبها إنها اتخطفت تاني، بس بتحكيله اللي حصل معاه وهو بيفضل يضحك، وبيقول لها طب ازاي تقدمي الاستقالة الأول وفين ذكاء كانج القمر، وبتسأله إذا كان راتبه هيكفيهم هما الاتنين. ووقتها بيعمل إن الشبكة باظت وإنه مش عارف يسمعها، بس طبعا بيكون بيهزر كالعادة وبيقول لها ده احنا عننا ليكي يا ست البنات، وما بيكونش قدامها حل غير إنها تروح للمدير وتعرفه إنها تسحب الاستقالة. فوقتها بيكون مبسوط بس مش بيحاول يبين، وبينقلها من منصبها العالي وبيحطها في الطوارئ تحت، وبتبدأ إنها تمارس حياتها العادية في حين إن ضباط الجيش بيكونوا بيحضروا نفسهم علشان يرجعوا البلد. بس صحابنا أول ما بيرجعوا مش بيسألوا في حد وبيروحوا الحنا وبيتراهنوا إنهم لازم يفضلوا صاحيين ل3 أيام، وكل اللي هم يعملوا إنهم يشربوا بس، والبنات بيروحوا لعندهم ومش بيعرفوا من دول لأنهم مش في وعيهم خالص. وفي آخر يوم في اليوم التالت بتروح كانج علشان تاخده للبيت، بس بيفضل يعاكس فيها ويقول يا ريت الواحد يكون عنده حبيبة زي القمر دي. فالدكتور بيعرفوا إنها حبيبته فعلا، فبيفرح بطريقة الأطفال لما بتاخد البونبون إنها حبيبته. بس بعد كام ساعة بنلاقي إن هو اللي بيروح كانج البيت وهي سكرانة، وبتفضل ترقص وتتنطط، وفجأة بيسمعوا صوت جاي من جوه البيت، وبيلاقي أمها في وشه وبيكون واقف قدامها زي الألف، وبيعرفها إن هو بيكون حبيبها وبترحب بيه جدا، وكمان بتعتذر له إنها قطعت عليهم اليوم وإنها لازم تروح وتسيبهم لوحدهم. بس الواد بيكون مؤدب وبيعرفها إن هو مش من نوع الشباب دي، وتاني يوم بيعرفها إنه رايح المتجر وبتكون أخدت على الوضع بقى، وبتطلب منه لما يرجع يتفرجوا على الفيلم بتاعهم سوا، وبيكون عنده مهمة حراسة عادية جدا، لدرجة إنه بيخلص شغله في نص يوم وبيرجع وبيروح على طول علشان يقابلها. وهو في الطريق في الأسانسير مع المدير والمساعد بيسمع المساعد وهو بيكلمه عن كانج، وده لأنه معجب بها وعايز يتقدم لها. بس المساعد بيعرفوا إنها بتحب ضابط الجيش وعمرها ما هتتخلى عنه، وإن أي ورد هو جابها لها بترميه ومفيش أي أمل منها خالص. فصاحبنا وقتها بيكون سامع الكلام ومنشكح جدا، وبيدي المساعد الصورة للمدير وبيعرفوا إنه واحد في الموجودين بس مش عارف هو أنهي واحد بالظبط. وقتها بيشاور له على نفسه وبيقول له هو ده حبيبها، والمدير بيجي له ذهول لما بيلاقي إنه هو، وبيقول له خد تعالى هنا كلمني أنت بقى الضابط اللي كان بترفضني علشانه، ده انت يا راجل شكلك بيبي فيس قوي وملكش في حاجة ازاي تختاره. وبيتنمر عليه حبة كده. ووقتها يوبي يرد عليه وبيقول له ان عارف اللي حصل بينهم في الفندق، وانه لو اتعرض ليها تاني يخاف على حياته، لانه بيعرف يتعارك حلو قوي وبيمشي ويسيبه يكلم نفسه. وبيروح ياخدها ويخرجوا سوا مع ثنائي القمر، واللي بيفضلوا يحبوا في بعض بطريقة بتخليهم عايزين يمشوا ويسيبوهم من كتر المحن. وبيروحوا بقى اخيرا وبيكونوا هيشوفوا الفيلم بتاعهم، بس كالعادة بيجيله تليفون من الإدارة ان عنده مهمة، بس المرة دي بتكون غير اي مرة، وده لانهم بيكونوا مديين الامل وواقفين ياكلوا شوكليت، وبيلاقوا الراجل الغريب ده بيجري عليهم وبيقول لهم رجعوني بلدي مهما حصل. ووقتها بيحصل اشتباك وبيفضلوا يضربوا في بعض حبة حلوين لحد ما بيقع يوم اتصاب على الأرض. وفي الناحية التانية بقى بتكون كانج بتحضر نفسها علشان تستقبل الحادثة اللي جاية، بس ما بتكونش مدية اخوان انها تلاقي غرقان في دمه، وبيكون خلاص ضربات قلبه وقفت وبتفضل تنقذ فيه لكن بيكون على الفاضي، وبتفضل تبكي وهي بتشتم فيه. فبتلاقي اللي صحي وبيسألها عن المصاب اللي جه مع المستشفى، ووقتها يا عين البت بتكون مصدومة انه حتى ملهاش ان هو كويس وطمنها عليه، فبتكون بتزعق معاه فبيقطع كلامها ويقول لها مش قلتلك انك قمر وانت متعصبة. وبتيجي ممرضة بتعرفهم ان المصاب اللي معاه عامل مشاكل بره، ولما بيروح له بيلاقي ان هو بيهدد ممرضة وعايز يهرب، لكن جسمه بيكون بينزف وبيعرفوه ان دقايق وهيغمى عليه وان اللي بيعمله ده مفيش منه فايدة، وفعلا بيقع مغمى عليه. وهي بيطلب من كانج انها تعمل له العملية وتهتم بيه، وبتكون مش طايقاه وبتقول للمساعدين بتوعها خدوا الواد ده اعملوا له الاشعة وظبطوه على مخرج له. وبعد ما بتخلص العمليات بتروح له وبتفضل تتخانق معاه وانه مش مهتم بحياته وان كل همه الناس اللي حواليه، وبينقذوا من لسان هاسيو اللي بيحط المصاب معاه في نفس الأوضة، وبيعرفوا ان اي كلمة هتحصل هتتسامع. وكانج بقى بتدي لسيو الممر اللي كان في دراع المصاب، وبترجع تاني اليوم وبتفضل تشتم في الرؤساء بتوعه وهي ما تعرفش انهم حاطين اجهزة تصنت. فبيقوم بسرعة وبيحاول ان هو يسكتها، وبيطلب منها تاخده هو والمصاب يتكلموا في مكان ما فيهوش اجهزة تصنت، ففعلا بتسمع كلامه وبتخليه يروح غرفة الأشعة يتكلم معاه هناك.
هو بيبدأ فعلا يتكلم معاه بس بعد ما بيديله كارت الممر اللي لقوه في دراعه. هو بيعرفوا إن المتحدث لبلده مش تمام ومش عايز السلام يحصل بين البلدين، وإنه بيأجر دايما قناص معاه يقتل أي حد يكشفه. فهو كشف خطط المتحدث وعلشان كده هيفضحه، فالممر ده عليه الأدلة اللي ادين المتحدث وعلشان كده هو عايز يموته. وتاني يوم بيروح قوة وبياخدوه وبيودوه المتحدث البلاد، ولما بيتكلم معاه بيعرفوا إن هو ما اتكلمش مع أي حد وإن هو ولاؤه الأول والآخر لبلده. هو بيديله الممر اللي عليه المعلومات اللي ادينه، ووقتها بيأمر القناص إنه يقتله. هو بيخرج بيلاقي إنه مطلوب القبض عليه، وده لأن المصاب ما ماتش، لأن القناص اللي موجود بيكون يو، وبيكونوا عاملين خطة علشان يوقعوا متحدث البلاد. ولما بيروح المستشفى بيقوم سيو من مكانه بسرعة بس كان جاب الطب عليهم، وبتعرف إن هو كان في مهمة وبتهزقهم هما الاتنين، وده علشان كذبوا عليها. وبتخرج وبالليل مش بتلاقي قدامها حل غير إنها تروح تنام جنبه وتاخد بالها عليه علشان يكمل علاجه صح. ووقتها بيعتذر لها إنه زعلها كتير، بس هي بتقوله انت لو آسف علشان فعلا ما تجيش تاني متغطي بالدم. فكالعادة بيقلب الدنيا هزار، وبيقول لها ايه رأيك نتفرج على الفيلم بتاعنا. واخيرا بيتفرجوا عليه وهم مبسوطين مع بعض، وبيروحوا في النوم في نص الفيلم ومش بيكملوا. وبعد كام يوم من الأحداث بيعرفها إن عنده مهمة، بس المرة دي بيودعوا بعض وكأنهم آخر مرة هيشوفوا بعض. ولما بيكونوا في المهمة بيقدروا إنهم ينفذوها بنجاح، وبيكونوا خلاص هيمشوا لكنه بيتصاب، وسوي لما بيشوفه بيجري عليه وبيتصاب معاه. وأفراد الكتيبة بيسمعوا إنهم اتصابوا وبيكونوا راجعين علشان ياخدوهم، بس بيشوفوهم هما بيتفجروا. وتاني يوم بيروح ظابط لكانج بيعرفها بالخبر وبيديها رسالة من يو، وكمان في ظابط بيروح ليون وبيديلها رسالة من سوي وبيعرفها إنه مات، بس يون ما بترضاش تفتح الرسالة لأنها متأكدة إنه هو ما مات، على عكس كانج اللي بتقرا الرسالة بتاعته وبتجري عليها وهي بتبكي ومصدقة إنه هو مات خلاص. وبيعدي الوقت عليهم وبيكبروا في شغلهم، وبيفضلوا يتقابلوا في نفس الأماكن اللي كانوا بيتقابلوا فيها هما الأربعة، وبيعملوا كل حاجة كانوا بيعملوها وهم عايشين بالظبط. وبيروحوا مع قافلة طبية للمكان اللي كانوا راحوا فيه قبل كده، وبيكون عدى سنة على موت الزعيم، وبتروح في المكان اللي توفى فيه وبتفضل تبكي. وفجأة بتلاقيه بيتكلم معاها في اللاسلكي اللي جنبها، وبتفضل تدور عليه زي المجنونة لحد ما بتلاقي حد جاي من بعيد شبهه، وبتجري عليه وهي مش مصدقة نفسها، وبتفضل من الذهول تقول مش ممكن يكون هو، لحد ما بتقع وبتلاقي حد بيقومها وبيطلع يو، اللي أول ما بتشوفه بتقوله هو أنت عايش بجد ولا أنا بيتهيألي؟ وبتفضل تضرب فيه، وبتكون مشاعرها متلخفنة ما بين إنها تقوله إن هي بتكرهه وما بين إنها تقوله إن هي بتحبه جدا. فبيقوم واخدها حضن أموات كده يا رب ما حد يجربه. ولما بيروحوا المخيم بتفضل تحضن فيه وتلمس فيه وتقوله هو أنت عايش بجد ولا أنا بيتهيألي؟ وبتفضل تعالج في الجروح بتاعته، وبيحكي لها ان هو كان اسير هو وسيو، والمصاب اللي ساعده زمان هو اللي ساعدهم يهربوا. وبعد كام يوم بيرجعوا البلد وبيتفقوا انهم يعوضوا اللي فاتهم، وبيروحوا يصطادوا سوا هما الاتنين، وبيكون الجو رومانسي قوي. وفي اخر اليوم بيدوروا على فندق علشان يروحوا يقضوا في الاجازه، ووقتها بيحاول ان هو يقرب منها بس هي بترفض، فبيعيط وهي بتحاول انها تواسيه. وبيكون عندهم مهمة لحراسة فرقة الريد فيلفت، واللي بدل ما يحرسوهم بيفضلوا يرقصوا معاهم ويغنوا، وبينسوا أصلا إنهم ظباط. فلما بتشوف البث اللي هو فيه بتستحلف له، وعلشان كده لما المذيعة بتسألها انت مرتبطة ولا لا بتقول لها ان ما عندهاش وقت للكلام ده وانها دايما مشغولة. ولما بترجع البيت بيعرفها انه شاف البرنامج، وبيسألها طالما ما عندهاش حبيب هو مثلا اقرب صاحب ليها ولا ايه، وبتعرفه بقى انها شافت البث بتاعه، ووقتها بيجيب ورا في ثانية، وبيفضل يزعق معاها وبيقول لها انا عارف ان الكلام ده الرجاله بتقوله، لكن انا اسف وهحاول ان انا اتلاشى الموضوع باقل خسائر. وبيفضل يعتذر لها بس هي بتشوف انها لازم تنتقم منه، ووقتها بيعرف ان هي ماديه وبيعرفها ان هو اترقى وبقى رائد، وفي الوقت ده بس بتسامحه وعيونها بتلمع، وده لان راتبه زاد. وبتتصل بيه وبتقول له يلا بينا دلوقتي، وبيروحوا للبحر اللي كانوا فيه زمان، ووقتها بتقول له يا خساره ضيعت عليا ان اجي هنا مع راجل رومانسي، فبيتضايق منها وبيفضل يجري وراها لانها كانت عايزه تيجي مع راجل غيره. وفي الليل بيفضلوا يتفرجوا على النيازك وهي بتقع وبيتمنوا أمنيات جميلة سوا. وبس كده بيخلص المسلسل. أتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل جديد. بحبكم، سلام.